نيجي بقى لحياتك اللي هي محدش يعرف عنها حاجة. وما بتجيبش سيرتها قوي في الفيديوهات، ما بتجيبش سيرتها خالص اصلا. انت من اسكندرية؟ لا خالص، من القاهرة. من القاهرة. مم. ما انا ليه بلاقيك وانت بتعمل فيديوهات في اسكندرية ان انت واسكندرية وعلى البحر وفي احلى مكان في اسكندرية، بتحب بحبها اسكندرية. جدا جدا. بيبان. هو ما فيش فينا حد ما بيحبش اسكندرية يعني. لا طبعا انا بحب اسكندرية. احلى مكان فعلا. طيب انت متجوز 3 ولا جوز 3 مرات؟ هو انا متجوز اكتر من زوجة، العدد ما مش بقوله قوي يعني، بس هو هو انا معدد هو يعني. مش مسموح غير 4. ماشي، ما ممكن يبقى 2 أو 3 أو 4. ما تفرقش. ماشي. يعني في كذا زوجة. في كذا زوجة 3. يعني. ما انا بقول لك اهو ماشي. بقى، مش يعني ايه هم في احكي كذا لنا زوجة. احكي لنا عشان انت في ناس دلوقتي كتير هتاخدك قدوة. يعني لا، هو لازم. اللي عايز يقتدي بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما حدش يقتدي اه بحد، اللي يلاقي لا حد عنده حاجه كويسه يقتدي بيها، انما ما حدش يقتدي بحد على لا، بعضه قدوة كده. انك تستطيع ان انت توفق اوضاعك مع 3 ستات مع بعض يعلموا، اكيد يعني بما انك بتعلن طبعا طبعا يعلموا، طبعا. ودي حاجة جدعانة رهيبة. نعمه من ربنا. اه و يعني شويه ادوات كده. طب احكي لنا. احكي لك، ما اكيد انا مش الموضوع، عارف، ما لا اكيد بتتحكيش الموضوع يعني. ده ليه ظروف معينة ولا لا؟ لا مش ظروف، انا واحد من وانا صغير يعني بحب اعمل علاقات مع بنات، يعني انا يعني استغفر الله طبعا لو هو ده يعني قبل الجواز، يعني ده حاجه مش كويسه. بس من وانا صغير كنت بحب يعني احب واعدد يعني العلاقات، الزوجة مش الأولى عارف. عند سن كام؟ انا اتجوزت الزوجه الاولى 27 سنه مم. وانا عندي 27 سنه. ومن ثالث يوم جواز، وانا اول يوم انا زوجتي الاولى اتجوزتها جواز صالونات تماما، يعني رحت لها هل البيت. طلقت قبل كده؟ طلقتها. يعني ال3 دول مش قدام، دول لا جداد. اتنين يعني ما مش عارف ايه تفاصيل بقى عايزة. قوي يعني. ما اعرف يعني زوجتي الاولى والثانيه. على فكرة احنا مش بنسأل عشان نعرف حاجات الشخصية، انا هسألك يعني ازاي عملت كده؟ بص، طلقت قبل كده، طلقت قبل كده. انما انا زوجتي الاولى هي معايا، انا مخلف منها. والثانيه لا برضو يعني مخلف اول منها. جوازة في حياتك لسه على ذمتك؟ هي دي ام الولاد، ودي ما مش تمام. طلقتهاش اول واحدة خالص؟ ما طلقتهاش. عند سن كام دي بقى؟ دي انا اتجوزتها وانا عندي 27 سنه، امم والنهارده احنا اهو معدي، انا اتجوزتها 2001. اه يعني 23 سنه. يعني هي اتجوزت عليها كذا حد اه. وطلقت امم وهي موافقة؟ وهي موافقه. ما كملتش انت موافقة؟ موافقه، اصل كلمه موافقه دي كلمه كبيره، بس هي موافقه. موافقة ولا يوه بقى حته موافقة مش ولا عايز نخش فيها. موافقة ولا مستسلمة للأمر الواقع؟ لا لا لا، مفيش حاجه اسمها انا مش أقنعتها ازاي طيب؟ اقنعتها احكي لي. ازاي؟ بص يا ستي، اول يوم رحت اشوف فيه مراتي في البيت، اول يوم التانية؟ اشوفها الاولى بقى. اه قلت لها بصي، انا باذن الله في يوم من الايام هتجوز تاني. بجد؟ والله انا قبل ما طول عمري تتجوزها؟ مش بحب اكذب. قبل ما تتجوزها؟ بقول لك اول يوم رحت اشوفها فيه قعدت معاها كده. اه انا مش بحب والله. اكذب، ها. واضح وصريح جدا. ها. فقلت لها بصي، انا في شخصيتي انا شايف ان انا هعمل كده في يوم من الايام. بقول لك ايه، انتوا بس اللي بتستغربوا الرجاله، والرجاله كلهم عن نفسهم يبقوا يعني قصدي موضوع لا تعدد لا العلاقات ده لا في, انت في دم الرجاله لا، يعني ثانية واحدة، انتوا مركزين. رايح بس انت يتقدم. انت ست، فما بتبقيش لا مقدره قوي مشاعر لا الراجل لا لا، يعني. مش قصدي. انت مش، انت رايح تتقدم لسه اه لواحدة، يعني مفيش رصيد حب؟ لا 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 مفيش خالص. رصيد كده؟ لا بس في بقى شفافيه ووضوح، لازم نبقى على ميه بيضاء من اولها. قلت لها. قلت لها بصي، باذن الله انا ناوي اعمل ده، امتى وازاي والله ما اعرف، بس انا هعمل ده. اه خلاص. بس فقالت لك. طبعا خدتني على قد عقلي حاجه زي كده، ما اعرفش والله، حتى ما مش عارف كان انطباعها ايه يعني. قالت لك اوكي؟ مش اوكي، لا. قلت لها، انا قلت لها في يوم من الايام هعمل ده. ولما ومن ثالث يوم جواز وانا فعلا بحاول معاها يعني، لاني ما كنتش قادر اخد تالت خطوه. يوم جواز؟ اه. تالت يوم الجواز اتجوزت واحدة تانية؟ لا بقول لها، بقول لك انا عايز اتجوز تاني بقى، فنتكلم شويه، اتجوزت فالموضوع بعديها يقلب بقد ايه بقى؟ بخناقه بعديها بقد ايه؟ يعني ايه بعديها؟ يعني اتجوزت بعد جوازتك الأولى بقد ايه؟ لا مش فاكر قوي يعني السنين، بس كذا سنه يعني، مش فاكر يعني انا اتجوزت طب كام، يوم ما 2000 رحت قلت لها بقى، قلت لها ايه؟ يوم ما رحت قلت لها ايه؟ انا هتجوز. لا، ما انا ما اتجوزتش غير وانا متفق معاها اني هتجوز. ايوه قلت لها ايه؟ لاني لا قلت لها اتجوزت، هي عارفه اصلا ان انا هتجوز، يعني هي محضره لي الشنطه ورايح اتجوز، هي مش في يعني ما اتجوزتش وبعد كده رحت اتفتحت قلت لها. الموضوع ازاي؟ ما انا بقول لك، انا من ثالث يوم جواز وانا بفاتحها في الموضوع، بس ايوه لما بنفشل بقى. لما اخبرتها بقى ان لا هو في حاجه حصلت. فضلت كتير اكلمها في الموضوع، يقبل الموضوع بخناقه وتعيط وبتاع، ولا خلاص خلاص بهزر، ومش قادر
اتجوز ومن غير ما اقول لها، لاني انا بقول لك انا ما بحبش اكذب. يعني انا رايح لمراتي اكذب ليه؟ يعني حاجه تبقى مش بحب اكذب، مش بعرف يعني. ففضلت لا وبعدين وراها انت كنت زن كنت ملتزم في وقت من الاوقات. طبعا، يعني انا طول عمري ما بحبش اعمل حاجه غلط، وطول عمري يعني بحاول يعني عادي يعني مش ملتزم، مش يعني ما اعرفش كلمه بس انت ملتزم دي ربنا رزقك برضه بحد متفهم. كلمه كبيره يعني. ها ربنا رزقك برضه بحد متفهم يعني. طبعا طبعا، لا ما طبعا ده رزق ده بقى من رزق ربنا. طبعا. طبعا. انها دماغها كبيره. هقول لك على حاجه، فضلت مش موافقه سنين طويله وفجاه وافقت. بص بيقولوا ايه، بيقول دماغها كبيره، يعني احنا كلنا دماغنا صغيره. مش لا ما هي برضو دماغها صغيره في حاجات عادي يعني. وبعدين وما كانت دماغها الصغيره دي معناها في المقابل قلب كبير. طيب بس الدماغ الصغيره دي مش حاجه وحشه يعني. وحكايه لن تعدلوا بتعدل؟ ايه لا انت يعني بصي ما تاخدش كلمه من الايه كده ونروح، مفيش الكلام ده لا يعني. فكره العدل لا سهله بحاول بين ثلاثه. بحاول، مفيش العدل المطلق ده، مفيش حاجه اصلا اسمها عدل مطلق، مفيش الكلام وما ده. بتعانيش بقى من الغيره؟ بعاني طبعا. لا بس خلاص بقى، يعني خلاص بقى الخبره بقى، خلاص بقيت عارف ايه يتعمل امتى، ايه يتقال امتى، ايه بتاع، خلاص بقى. وبعد كده هي المرأة في الآخر ليها مفاتيح، فلو بس عندك يعني الوقت الراجل والجهد فاهمها انك عندك الوقت والجهد انك تقعد تحايل في ثلاثه مثلا؟ لا الحقيقة طبعا ده عندي بجد؟ وعندي ما هي في ما هو بصي اصل عندك كل حاجة في الخلق الدنيا ليها. يعني بيبقى الواحد عندي. متجوز واحده مش عارف يعمل ايه، او انا هو بقيت عارف اعمل ايه، ما هي دي الفكرة، ان انا بقيت عارف اعمل ايه. اوكي. فالدنيا بقت بتمشي بقى عادي خلاص الحمد لله، رزق يعني. مفيش بقى اشمعنى مثلا خرجت هنا، اشمعنى ينفع رحت كل حاجه في الدنيا، بس انا بحاول. بصي اولا هم كلهم دماغهم كبيره، كلهم مثقفات جدا، كلهم يعني ما فيش يعني كلهم دماغهم شبه دماغي يعني. مثقفات؟ كلهم طبعا. بجد؟ طبعا. فما فيش يعني في مستوى ما طبعا اللي بننزلوش هيتقال يعني. دلوقتي من الفيديو ده دون جوان، يعني قدر يتزوج من ثلاثة والثلاثة موافقين والثلاثة حابينه والثلاثة يعني وعارف مفاتيحهم ومش مش بتتخانق وكده، يعني حياتك لا ماشيه الحمد بسلام. لله، يعني كنا بنتخانق طبعا طبعا، اتخانقت معاهم كلهم طبعا، ولكن مع السن ومع الخبرات ومع الحاجات اللي الواحد بيتعلمها في الحياه، ومع رغبتي في ان حياتي تكون افضل وحياتنا مع بعض تكون يعني هما افضل. بقالهم كتير كلهم؟ يعني الاولى 23 سنه والثانيه كام؟ انا بنسى بقى معلش انا اسف. يعني احنا عندنا بنتنا 8 سنين، يعني قولي 9 سنين حاجه كده، 10 سنين 9 سنين للثانيه. والجوازه الثالثه هي اللي القريبه بقى، لا دي قريبه خالص يعني. قريبه خالص ايه يعني؟ يعني قريب يعني قبل سنه يعني قبل سنه. اوكي.